في بعض الازواج بتفرح لما الكلمه كلمتها والشوره شورتها وهي اللي ماشيه المركب، بس بعد كام سنه جوزها بينسحب وبيدور على غيرها علشان هيلاقي عند غيرها قوامته وتقديره، وهي تشتكي بقى ان هي بتعمل كل حاجه بنفسها ومش مقدر. سمعت قبل كده عن عالم كبير اتفق هو وزوجته ان القرارات الصغيره هي اللي تاخدها والقرارات الكبيره هو اللي ياخدها، وبعد مرور 50 سنه بيعترف وبيقول انه ما خدش اي قرار كبير، لان مع كل قرار كانت بتقنعه ان ده قرار صغير سيبهولي. المفروض بقى ان المثال دون يدل ان زوجته ذكيه. الذكاء بقى ان انت ما تتحمليش مسؤوليه قراراته علشان ما ترجعيش تقولي انا انطفيت وشلت فوق طاقتي والحاجه لو ما عملتهاش محدش هيعملها. الذكاء ان انت تسيبيه يدير المركب وما تفرحيش بنفسك لو كل حاجه انت اللي مسؤوله عنها، وابداي اسحبي بقى نفسك من ادوار مش بتاعتك حتى لو هتدفعي ضريبه قدام دون، وهي تأخير الحاجة اللي انت متوقعاها. الستات هي اللي بتحب تعيش دور الجدعنة وبعدين فجأة تفوق وتقول لي انا حقي فين. الضعف الانثوي حلو انك تسيبيه يتصرف ويشعر ان انت محتاجه له ومعتمده عليه، مش انك راجل زيه. انت كده بتقصدي هنا الجدعنة، هو هنا مش هيعرف يقوم بدوره اللي بيحبه، الاحساس ان في اشخاص محتاجينه وانه عايش مع راجل زيه. الست بمليون راجل حلو جدا، بس الكلام دون بره بيتها وفي غيبة جوزها، لكن جوه بيتها هي محتاجاه ودوره اساسي ومنبهره باللي بيقدمه ومقدره، مش بتتعالى عليه فكريا كمان بكلمات زي انا قلت لك كنت سمعت كلامي او كلامك غلط ودايما مغرقنا. حتى لو فعلا كلامه غلط، الراجل بيحب التشجيع وما يحبش الست اللي تحسسه بفشله وترتبط عنده بالالام. شجعيه هيجي منه اكتر ما تحبطيه. بس كده، سلام عليكم.